بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بالنسبه لعيد الفطر طبعا كل سنه والمسلمين كلهم بخير يا رب العالمين. دلوقتي ان شاء الله نبدا معاكم باذن الله. اللهم صل. نبدا بقى باذن الله كده ان شاء الله. برج الدلو باذن الله. أنا عارفه انا كنت متاخره عليكم، بس عشان احنا كنا في رمضان وكده، يعني انتوا عارفين. هنبدأ معايا ان شاء الله معاكم فنجان برج الدلو بإذن الله. نسميه لا كده ونبدأ. اول حاجة نبدأ بالطبق. اول حاجة عندك يا برج الدلو بالنسبة للحياة العاطفية. نبدأ بالحياة العاطفية الاول. اول حاجة عندك في طبقك عندك علاقة ثلاثية. دي اول حاجة. في عندك اللي هو ايه، يعني ايه العلاقة الثلاثية؟ اللي هو انت عندك يعني انت في علاقات متعددة معاك، بس انت عندك في بعض منكم عنده رجوع الحبيب، اللي هو اللي جت يعني كان في حبيب انت يعني كان سابك ومشي ورجع لك دلوقتي، رجع لك في الفترة ديت وعاوز ايه؟ يتمنى لك زي اللي بيقولوا يتمنى لك الرضا ترضى. يعني عاوزك عايز يرجع لحياتك تاني، بس انت خلاص انت خدت قرار بينك وبين نفسك. الشخص ده كان عامل لك حظر قبل كده، او كان يعني كان بتلكك لك على اي حاجة قبل كده، فكان عامل لك حظر. فهو دلوقتي رجع ندمان وبيقول لك مشتاق لك وبيحبك والكلام ده كله. بس هو عاوز مصلحته مش اكتر، عاوز منك حاجة معينة فقط مش اكتر يعني. بس انت احلى حاجة فيك ان انت خدت موقف من الموضوع ده، اللي انت يعني ايه، ما عادش في دماغك زي الاول. يعني حاجة الهية كده من كتر افعاله النرجسية او الحاجات اللي هو كان بيعملها معاك زمان. فانت خلاص خدت موقف ان ده خلاص الشخص ده لازم يخرج بره حياتي، وده احسن حاجة فيك اللي انت اخدت القرار ده يا برج الدلو. ده بالنسبة للحياة العاطفية. طبعا بالنسبة للشريك الحمد لله عندك بعض منكم في الحمد لله اللي في هدوء في العلاقة. جميل الحمد لله مفيش اي مشاكل لله الحمد. وانت عندك رضا صعب يعني انت الحمد لله عندك رضا ان انت راضي بحياتك، يعني راضي بالمقسوم. ده بالنسبة لطبقك. وعندك كمان طبعا هنشوف برضو في الفنجان في حاجات كتير حلوة، يعني هنشوف حاول برضو عندك برضو شوية حاجات حلوة في الفنجان. بس انت عندك اقصى حاجة دايما موجودة عندك في برج الدلو، دايما عندك حسد، يعني دايما حسد وغيرة وحاجات كده. الناس يعني دايما بصلك في حياتك، فاحنا هنشوف كمان فنجان هيظهر لك في حاجات اكتر. نسمي كده وندخل على الفنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الفنجان بتاعك يا برج الدلو. بص انت عندك هوت الشخص اللي هو مثلا اللي هو رجع لك او اللي هو خدعك او الكلام ده كله، هو حرف الام عموما. حرف الام، حد بحرف الام او شايفينه او تحت صباع على طول او قرب لكم اكتر اهو. مش عارفه انتوا هيبان عندكم ولا لا، او سبحان الله باين ظاهر خالص اهو تحت صباعي اهو. شايفينه اهو. حرف الام ده بيعني لك يعني الشخص ده كان الاول بيعني لك حاجه، كان ليه معزه، بس دلوقتي خلاص بقى تحس ان هو عاوز حاجه اللي انا قلت لك. مش عايز حاجه يعني مش كويسه. ما عادش بيعني لك خير يعني بمعنى صح. وبالنسبة طبعا للحياة العملية ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بإذن الله في الأيام القادمة بإذن الله عندك حاجة كويسة جدا جدا يا برج الدلو. ان انت ان شاء الله في عندك في مبلغ مالي يترد لك الأيام دي، في جاي لك في مبلغ مالي كبير ما شاء الله في الطريق بإذن الله تعالى. يعني ان شاء الله في خير ليك ان شاء الله يا برج الدلو. وعندك كمان بص انا ظاهر لك زي ما أنا قلت لك برضو اللي كان هو يعني اللي هو فيه رجوع حق ليك اهو. عندك كمان رجوع حق ان شاء الله يرجع لك حقك ان شاء الله. حد كان خذلك او حد كان جه عليك او كده، فان شاء الله رجع لك حقك باذن الله منهم باذن الله. وربنا يرد لك زي اللي يعني ان شاء الله ربنا يجعل كيدهم في نحرهم. يعني هما
الناس دي كانت عامله لك مشكله، كان في مشكله كبيره، بس ربنا خرجك منها على خير ونصرك الحمد لله تعالى. بالنسبه كمان عندك طبعا احنا قلنا الحسد والغيره وكده. طبعا احنا ما طلعنا بقى من شهر رمضان بيبان اكتر عندك اللي انت دايما او يا برج الدلو ان انت عندك خمول وهبط، يعني عندك هبوط وكسل وحاجة، يعني مش قادر ان انت تتحرك من مكانك، بتعمل المصلحة او بتعمل اي شغلك بالعافية. ده ودايما بتيجي مثلا ايه، هيبان عندك اكتر. هتعرف ان انت يعني تتأكد اكتر يا برج الدلو ان انت محسود ازاي بقى اكتر واكتر. ان انت يعني ما بتيجي تصلي بتلاقيك في تثاؤب، يعني انت في كتير يعني. فانت ده بيدل على ان حد حاسدك، حد يعني دايما تلاقي دايما حد فيه حشر مناخيره في حياتك يا برج الدلو. وعايز يعرف يعني يعني البومة اللي في حياتك ديت دايما حشرة مناخيرها في حياتكم، اي ظاهرة كتير قوي في الفنجان، حتى فنجانك يعني آه مفيش حاجة حلوة مبشرة اللي هي ايه، المبلغ المالي بس اللي هيجيلك ان شاء الله في القريب العاجل بإذن الله. وعندك كمان يعني بص، انت رغم ان انت محبوب بينك وبين الناس يا برج الدلو، ده يمكن يكون هو اللي مسبب عندهم ايه الغيرة والحقد اللي موجود عندك في فنجانك. يعني انت اعدائك كتير بس مش باينين، اهم هم بيبقوا عاملين ازاي، شفت زي اللي بيقولوا ايه، في الوش مراية في القفص، اللي هي على رأي اللي بيقولوا يعني ان هم يعني عاملين حبايب بس هم مش حبايب خالص. فاحذر الفترة اللي جاية ديت، واحلى حاجة فيك كمان قراراتك كويسة، الايام دي بتاخد قرارات كويسة يا برج الدلو. فالله المستعان على كل شيء بإذن الله، وان شاء الله خير. انا مش عايزة اطول معاكم في عشان ايه ما هتزهقوش مني. وطبعا هو ده اللي موجود عندك في الفنجان بتاعك يا برج الدلو. بس ان شاء الله ابشر خير باذن الله تعالى، ان شاء الله في خير قادم ليك بالنسبه للمال او العمل. الخير قادم ما شاء الله ما شاء الله، جاي لك خير كتير كتير كتير. وانت يعني بتاخد قرارات كويسه الفتره اللي انت فيها دي يا برج الدلو. بتمنى لك كل خير يا برج الدلو. واهم حاجه ما تنسونوش بقى باللايكات بالله عليكم، لايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. وكلمة حلوة منكم تسموا أو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل سنة وحضراتكم طيبين. ومتنسوش بقى ما قلت في اللايك. وكده البرج بتاع برج الدلو خلص، وانا ان شاء الله انزل لكم برج الحوت باذن الله. انتظرون اللي عايز اي برج يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.